ما زلنا معكم في أجواء خليج 23. فريقنا العراقي يواصل أداء تدريباته على استاد نادي الشباب في قلب الكويت استعدادا لمواجهة الأشقاء الإماراتيين في الدور نصف النهائي من بطولة خليج 23. هذه اللقطات اللي تشاهدوها سادتي المشاهدين واللي وصلتنا من زملائنا الموفدين لمنافسات البطولة واللي كانوا حاضرين في هذه الوحدة اللي أجراها منتخبنا الوطني، حيث تحدث الكابتن باسم قاسم عن الهمة العالية اللي يتمتع بها لاعبينا والروحية اللي يسعى من خلالها منتخبنا الوطني للوصول إلى أبعد نقطة، وهي الظفر بلقب خليجي 23 للمرة الرابعة في تاريخه. منتخبنا الوطني بعد انتهاء مباراته مع اليمن والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة خليج 23 بدأ وحداته التدريبية، وهذه اللقطات اللي تشاهدوها هي حصريا عبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز لمنتخبنا الوطني، اللي كما تحدثنا أنه الجميع عازم على الظهور بالمستوى الذي يلبي طموحات الجماهير الطامحة والمتعطشة للحصول على لقب خليج 23 بعد غيبة. الفريق العراقي لم يحصل على بطولة الخليج من العام 88 في السعودية، هو اللقب الثالث اللي حصله منتخبنا الوطني. وآخر إنجازات الفريق العراقي في البطولة في بطولة خليجي 21 في البحرين، وصل إلى المباراة الختامية مع شقيقه الأبيض الإماراتي، لكنه خسر المباراة بهدفين لهدف واحد. واليوم يتكرر سيناريو بطولة خليجي 21 بنسخة جديدة، ولكن ليس في مباراة النهائية بل هي مباراة الدور قبل النهائي، اللي أكد من خلال الأشقاء الإماراتيين أنهم عازمون على الظهور بمستوى يليق بمكانة الكرة الإماراتية، وأنه جميع اللاعبين راح يكونون جاهزين في مباراتهم أمام الشقيق العراقي.